يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم التصوير كله الظهر، ندور دفو. كانت قبل حارة الدنيا نصور من الصبح كلش على البرد، على برد الوقت. هسه قاعد يبرد الجو، بعد ما نصور الصبح نصور الظهر، والشمس تصير قوية على مود الإنارة، يصير شوية تصوير أحلى. رجعنا لكم ويا تغذية الحمام والدجاج، تغذية الطيور. شباب جاي أعطيهن 3 وجبات هالأيام. هاي تغذية الظهر، أعطيهن وجبة من الصبح كلش، ووجبة الظهر، ووجبة العصر كلش المغرب قبل الآذان. وخاصة بالشتاء من يبرد الجو، أهم تغذية هي تغذية العصر. لازم تهتم بتغذية العصر، المغرب يكون قبل لا ينامن. تعطيهن وجبة زينة، وأفضل شي تكون ناشفة، يعني خبط، حنطة، إذرة، كل شي كان بروتين، حتى ينامن شبعانات يقاومون البرد، لأن الجو جاي يبرد. والصبح الظهر تقدر تعطيهن أكل مال بيت، تمن، خبز، كل شي كان النهار كله. بس المهم العصر كلش يفيدهن بالبيض، يفيدهن بالدفو إذا فد سامهين. شباب اليوم عندنا تكريك إن شاء الله. عندي دجاجتين كركن وحولتهن بالخانات، هسه راويكم وياهن، وحطيت لهن بيض بلاستيك وكبسن، وراح اخلي لهن بيض جديد. شباب هالمرة غيرت طريقة التكريك، اكرك بطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم وتطلع صحيحة، وكتبوا لنا رايكم فيها. ذني يعني بالخانات، خلنا راويكم وياهن. شوفوا شباب ايش قد صار قدامنا. عندنا هاي هنا الدجاجة اللي مفتلة مرقيبة، حابسها واحدة بالخانة. شباب هاي تذكرني بأيام قبل، من جانت الدجاجة ذا كركت بعد ما تقوم. هاي احبسها هنا، حاب حبستها ويديك 3 أيام، وطلعتها رجعت كركت بمكانها. وهسه رجعتها حبستها صار تقريبا 3 أيام، وبعدها ما ترضى تقوم، تريد ترجع تكرك. وعندنا ذن الدجاجات الكاركات. وهاي خانة العزل، طلعت بها هذا حمام يا كريم، طلعته من المحمية ذيك، بيه المخاليف، زوج امهاته اللي يحتاجهن، وذن مخاليف اريد اعرف من الفحل من النثية، وبعدين نتصرف وياهن. شباب ذن الدجاجات، هاي الاليفة جبت هنا خليتها بالخانة، خليت لها اكلها ومايها، خليت لهن ذن الجرارات، راح اكرك بالجرارة هاي. بس هاي المرة الطريقة تختلف، جبت لهن رمل مال شط، راح اكركهن بالرمل، ما احط لهن لا تبن ولا فراش ولا كل شيء، احط لهن تراب. شباب كتبوا لنا شنو رايكم، طريقة ناجحة لو فاشلة. راح اكرك هاي المرة بالرمل، جبت لهن الرمل مال شاط نظيف، راح اكركهن. وهاي الثانية هم اكلها ومايها بالخانة هنا. هاي من جرارات حلوات شافهن، ترستن تراب مال شط. وهسه كبسن، وان شاء الله بعد شوية اجيب لهن البيض واكركهن. شباب اكتبوا لنا شنو رايكم بطريقة التراب، ناجحة لو فاشلة، ومنو مجربها. هسه اعدل لهن اياه، لو خلين هن يعدلنا، واخلي لهن البيض الجديد. عند هذا الزاج الاسود، لان فراخه كبرين صارن كبار، واحد اسود وواحد اشعل. والنثي اظن بيضت والله امس العصر، لو مبيضه لو اليوم تبيض. شوف بعد فراخ صغار وبيضت. ان شاء الله هاي السقيفه راح افلشها، بس مو بهذا الفيديو، على الفيديو الجاي. واسويها هنا مثل المحميه اللي
داخلية ارتبها واخليها بس في جهة السطح مفتوحة. خلينا نشوف اكو بيضة ولا لا. وين انت؟ اي والله هي بايضة، هاي امس العصر باضة تو البيضة وذن بناتها. خل اراويكم ذنيك بنات ابنه اللي فرخن وياه بنفس الوقت، ذنياهن هنا لان فرخن بنفس اليوم او فرق اظن يوم واحد بيناتهن. هم الاثنين، هم واحد اسود وواحد اشعل، بس هاي ما بيضة. ذن بيناتهن يوم واحد فرق، ذن اثنين وذن اثنين. هو ذنيك ابوهن يصير ابن هذا، فرق هو وابوه بنفس اليوم. شوف هاي وين صعدت لي تبيض، لان كلهن ما كفنك الا الصاعدين فوق. شوف والحمامات يردن بيضن هنا وبنا نعيش صعدك الا قصيك. شوف وين صعدت لي تبيض هنا فوق على المباشر. هاي يومية تبيض هنا بهاي الخانة، اليوم حولت لي تبيض هنا. خباثة شي شافت الزواج اللي يردن بيضن هنا. هاي مكانات الجو ما تبيض بيه. ولك برقيبة شباب. شوف السطح ورا المطرة صار يخبل، غسلته كنسته كنسة زينة قبل المطر، ومن المطرة غسلته صار يخبل. عاوزك بس تفرش وتنام هسه هنا بنص الطيارة ويفترن داير ما دايرك. عوف اعطيه مجال. شباب خلوا راح اجيب البيض وارجع حتى اكرك. لو انتظرهن للعصر واكركهن. هاي الصفرة مفتلة هم تريد بيض، طلع ريشها وصارت حلوة تخبل، كانت مهلسة. شباب مو تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الحلوة. شباب اهم شي مشاهدة الفيديو من اول دقيقة لاخر دقيقة. مساكم الله بالخير شباب، رجعنا لكم يوم ثاني على مود انتظار الدجاجات لمن يكبسن عدل حتى بعد ما يقومن. وهذا البيض جبته وهسه راح اكركهن. شباب بالنسبة الي حاليا بهذا الوقت جاي اضم البيض بالثلاجة، احطه ويا بالجرارة اللي جوا بالثلاجة، بالارضية مال الثلاجة بالجرارة، ومنص الثلاجة على النص مخليها نص البرودة خليها على النص، واغطيهن باي وصلة قماش حتى ما يبردن كلش. وهذا البيض وهسه راح اخليه جواهن. افضل مكان بالنسبة الي، افضل مكان حاليا تضم بيه البيض هو بالثلاجة بالجرارة، مو بالباب، الباب هم يبرد، تضمه بالجرارة اللي بالارضية مال الثلاجة، وتخلي تغطيه بوصلة، وكل يوم يومين تقلب البيض. لازم يتقلب، حتى لو بالثلاجة لازم يتقلب كل يومين 3 ايام يتقلب البيض. هسه راح اكركهن عدل مكاناتهن واشيل البيض ذاك البلاستيك واخلي هنا هذا البيض الجديد. انتظرونا شباب.
شباب هذا البيض جبت لهن اياه وراح اخليه جواهن، بس راح اطلع البيض البلاستيك اللي جواهن. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب عدلت هذا المكان اللي جواهن الرمل، بس لقيته دافي، كلش دافي، يخبل الرمل، بس ما ادري بعد تنجح ما تنجح، والله ما ادري. ان شاء الله خير ان شاء الله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قتلتيني جد الصيحين اليمن، خلي لها بيض الصيح. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زد وبارك. اللهم ارزق الجميع ان شاء الله الاكثر والاكثر. شباب الله يرزقكم ان شاء الله الاكثر والاحلى والافضل، وادعوا لنا بالخير والرزق، الله يرزقكم ان شاء الله. بعد هاي الاليفه هم نكركها، ذني بيضاتها البلاستيك شلتن وعدلت مكانها. هاي ما تصيح زينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما اعرف هاي شغله الرمل ناجحه ما ناجحه، تجربه نجرب، والله كريم ان شاء الله تنجح. بس والله كلش دافي المكان، الجواهن كلش دافي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما دام الجو بارد مال تكريك، ان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله وجبه زينه حلوه مرتبه، بدايه موسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزق الجميع ان شاء الله. ادعوا لنا شباب الله يرزقكم، وان شاء الله ننتظر خيرهن، والله يرزق الجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير شباب. صار العصر، صار المغرب، وصار وقت العشاء. شباب المغرب كلش قبل الآذان أبدأ أعطيهن أكلهن. تعال تعال تعال. العمود ياكلن ويشبعن وينامن شبعانات، حتى إن شاء الله من الصبح يبيضن. اليوم حتى الأرانب جايات يتعشن، يفيدهن بالبيض، يفيدهن بالدفو، دفن أجسامهن إذا شبعانات. يا الله، أهم شي تغذية العصر. المغرب كلش قبل لا ينامن جاي يعطيهن المغرب خبط خشن من هذا الزين، يفيدهن بالتدفئة، يفيدهن بالبيض، وهذا حجر الكيلس والمليح. خاف يصير عندهن نقص، لأن هذا لأن اللي تربين بالسطح دائما يصير عندهن نقص. شوف هالأرنبة اليوم جاية تاكل وياهن، ذني الصغار، هذا واحد وهذا واحد، وذنيك الكبار اثنين يمها، وذني 5، ذني 2 بعد 3 ما هن هسه يطلعن. شباب هاي دائما اجي اعطيهن اكلهن، وبنفس الطاسة هاي مال الاكل يجمع البيض. هاي وحدة هنا، ماكو، هاي وحدة هنا، وهاي وحدة، ذني 3. اليوم بس 3 بيضات، كنا يوميا 3 4 بيضين، اليوم بس 3. إن شاء الله الله يزيد ويبارك ويرزق الجميع إن شاء الله الأكثر والأكثر.
بدأ يقرأ قرآن، صار المغرب حتى شبع من هذا الزين وينامن. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الحلوة، مشاركة الفيديو إلى الأصدقاء، ولا تنسون من مشاهدة الفيديو كامل من أول دقيقة لآخر دقيقة. شباب ما أوصيكم بعد، تحياتي للجميع، أودعناكم في أمان الله.